هو انا لو قلت لك ان الوجع بتاع رجليك ده ملوش دعوه بركبتك ولا له دعوه بمفصل الحوض، ده كله جاي من الظهر. كتير من العيانين بيجوا لنا العياده ويشتكوا: يا دكتور انا عندي وجع في ركبتي. فين في ركبتك، من قدام ولا من ورا؟ لا من ورا. طيب، وعندي وجع في السمانه وبيجي لي شد عضل. نفحص العيان نلاقي ان المشكله لا في السمانه ولا في الركبه، المشكله كلها في العصب بتاع الرجل اللي هو عرق النسا، وده جاي من الظهر. وان كان الظهر ما فيهوش وجع، لكن هي المشكله كلها في العصب، مش في خشونه الركبه ولا في خشونه مفصل الحوض ولا مشكله في الكاحل. هي الرجل كلها فيها التهاب في العصب، وهو ده اللي جايب العيان العياده. عيانه من اسبوعين جات لي العياده، كل شكوتها ان في وجع في ركبتها من ورا، وحاسه ان رجليها تقيله شويه. بالفحص الطبي لقيت ان هي عندها سقوط قدم، ان رجليها تقيله ما بتترفعش زيها زي الناحيه التانيه. في وجع في ظهرك؟ قالت لي لا، يعني حاجه بسيطه، 1/10 او 2/10، وبيجي لي مع المجهود زي الطبيعي يعني. قلت لها اعملي اشعه رنين وهاتيها لي دلوقتي. عملت الاشعه وجابتها لي في هيوج ديسك، غضروف كبير ما بين الفقره الرابعه والخامسه، وضاغط على الاعصاب، وهو اللي عامل لها المشكله. وبقى لها سنين ماشيه بتاخد علاجات ومسكنات وادويه عشان خاطر خشونه الركبه وما بتتحسنش. يبقى الخلاصه اللي عايزين نقوله في الفيديو ده ان ساعات كتير بيجي وجع الرجل اللي هو التهاب العصب نسوي او عرق النسا من غير ما يكون في وجع في الظهر، يكون وجع الظهر محتمل، وجع الرجل هو الكبير. وزي ما بنقول دايما، علاج المشكله دي في الغالب بيكون ادويه، ما بنحتاجش العمليات الا في النسبه البسيطه. النسبه الاكبر بتتحسن من غير عمليه. صباح الخير. افتكر انك هتعيش مره واحده، حاول تعيشها بصحه وسعاده على قد ما تقدر، وافتكروا دايما ان الامل موجود. السلام عليكم.